الغواية المحترمين اللي الحمام بتاعهم بيضيع وبتشتكي دايما من ضياع الحمام وفقد الحمام، والحمام بيضيع من على ظهر الغية والكلام ده كله. طبعا قلنا قبل كده يا جماعة ما تستعجلش على تكشيف الحمام ودشار الحمام وتعوده على المكان، تمام؟ في عندنا حاجات تانية كتير. لو انت حمامك واخد على المكان وبيضيع من على الغية بتاعتك، ممكن يكون في غراب، ممكن يكون في حاجة بتصطاد الحمام بتاعك وانت ما انتش واخد بالك من الكلام ده كله. وفي حاجة مهمة جدا لاخواتنا المحترمين، الفيديو ده هلخص لك فيه ازاي تخلي الحمام ياخد على المكان وتحافظ على صحة فرد الحمام، وفي نفس الوقت ما تفقدش الحمام بتاعك، علشان طبعا دي غية جميلة واحنا الحمام بتاعنا بنصرف عليه كتير وحاجات كتير بنعملها وبتزعلنا يا جماعة، تمام؟ الغواية المحترمين الناس اللي بتجيب حمام وبتسيب الحمام اسبوع بس واحد في قلب الكشافة وما بتطلعوش على ظهر الغية من فوق. حاول بقدر الامكان تطلع حمامك على ظهر الغية في قفص او في صندوق سلك او حاجة، بحيث ان الحمام بتاعك يعرف المعالم ويعرف المكان اللي انت بتربي فيه. دي حاجة مهمة جدا. تاني حاجة بقى والاهم، انت دايما حمامك بيطير وبتفتح للحمام بيخش وبيطلع وخد على المكان والدنيا جميلة معاك والكلام ده كله، والحمام بتاعك فجأة ما بتلاقيهوش. كون ان الحمام بتاعك فجأة ما بتلاقيهوش في الايام ديت، عندك حاجة مهمة جدا. ممكن يكون الحمام بيطير في الاراضي بياكل سم في الايام اللي احنا فيها ديت، فطبعا بيموت وما بيرجعش، وممكن يرجع ويأكل الزغاليل بتاعته ويموت، يبقى انت كده هتخسر الحمام بتاعك. وفي حاجة مهمة برضه اللي هي ان الحمام بتاعك بيطير وبيقف على ظهر الغيه وفي حاجه بتصطاده، ممكن يكون غراب، ممكن يكون حاجه بتمسكه، المهم او حد من جيرانك بيصطاد الحمام، الحمام بينزل ياكل عنده وبيقفل عليه. حاجات كتير بتخلي الحمام بتاعك يضيع، وما تحكمش على حمامك انه فاشل. انا قصدت ان انا اتكلم في الفيديو ده بمصداقيه لاخواتنا وحبايبنا وبشفافيه جدا لاخواتنا اللي الحمام بتاعهم بيضيع. ما تزعلش على حمامك، ممكن يكون حمامك صحته كويسه والحمام بتاعك بيضيع، ممكن الحاجات اللي انا قلت لك عليها في بدايه الفيديو هي اللي بتضيع الحمام وبتفقده. في حاجه مهمه جدا اخواتنا المحترمين اللي بتستعجل على الحمام وما بتكشفوش، طبعا دي بتضيع الحمام بتاعك. تكون شاري زغاليل او شبابيات ما طارتش عند حد قبل كده وتقول الحمام بيضيع وما شافش جو قبل كده والكلام ده كله، والحمام بتاعك بيضيع. دشر الحمام بتاعك في كشافه سلك زي اللي انت شايفها دي اللي الحمام فيها، وطلع حمامك على الظهر، وصدقني مفيش حمامه هتضيع منك. ويا ريت يكون الفيديو ده عجبكم وعجب حبايبنا ومتابعينا، وما تنساش تعمل لنا اللايك والشير علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.